السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. كيف ما كيبان لكم لا فيديو ديال اليوم غادي يكون كيفاش نحضروا شباكيه بطريقه احترافيه. غنشارك معكم جميع الاسرار وجميع النصائح اللي غادا تحتاجي باش تجيك شباكيه هكا معلكه شاربه العسل، يعني شباكيه هماويه ديال تحميره الوجه. وحتى البنات اللي بغاو يخدموا لي كوموند هاد لا فيديو ليكم، بقاو معنا حتى لاخر الفيديو. طريقه سهله، انا خديت الخلاط راه كيسهل علينا بزاف، العجينه كتجي رطبه ولو انها تكون قاصحه. هنا خديت كاس ديال الجنجلان طحنته مزيان حتى خرج داك الزيت ديالو باش ما يقطعش لينا الورقه ونخدمو مرتاحين. غندير كاس ديال اللوز سخنته غير شويه وطحنته بالقشره ديالو حتى تطحن مزيان، وضفت ليه واحد شويه ديال الزيت باش يسهل عليا الطحين. هنا يعني الامور راها واضحه. عندي ملعقه كبيره ديال نافع وملعقه ديال حبه حلاوه حتى هما مطحونين جيدا. عندي كاس ديال العنبه مخلط ما بين زيت العود، يعني زيت الزيتون والزيت العاديه ديال الطياب اللي كنطيبو. عندي 150 غرام ديال الزبده سبيسيال، ذوبتها حتى حيد منها داك الحليب ودرتها. عندي ملعقه ديال القرفه مغربله مزيان. عندي واحد شويه ديال المسكه الحره مدقوقه، واحد شويه ديال الكوزه. وغادا نخلط هاد المكونات جيدا حتى كيبان ليا داك الخليط ولا يعني رطب، كيسهل علينا الخدمه صراحه، حسن ما تنبقاو نرملو في جنجلان واللوز، يعني متيبغوش يدخلوا في الدقيق. هاد الطريقه راها ساهله. هنا انا خليت الماء زهر والماء والخل ما درتهمش والخماره، يعني داكشي اللي بان لكم هو اللي خلطت. رملتهم جيدا، ضفت شويه ديال الملحه وغادا نضيف خماره. هنا غنضيف غير النص لان هذه راها خماره فيها 16 غرام، يعني بحال اللي فيها جوج خمارات العاديين. كيف ما تبعتوا معايا المراحل راها واضحه وسهله، ان شاء الله غتنجحوا فيها. واحد شويه ديال الخميره د الخبز ممكن تستغناو عليها، انا كتعجبني كنديرها واخا تنتعطل في التشباك يعني ما كتبانش. غادا نخدم شويه هاد المكونات في واحد الكاس ديال المزهر سخنته، ذوبت فيه واحد الضويمه ديال الزعفران وضفت حتى شويه الزعفران. انا هنا لقيته عندي مدقوق، ما كاينش شعره، زعفران مدقوق بودره، راه ما صورتوش ليكم، كيعطي اللون زوين. هنا مزهر راه سخون كيساعدنا العجينه، يعني كي ديك الزبده تتبقى سخونه العجين تيجي لين. غادا نخلط هاد المكونات. هنا باقي ليا الماء ما ضفتوش، وباقي ليا الخل. الماء حتى هو غادا ندفيه، تقريبا هزت ليا كاس ونص ديال الماء، يعني كاس مزهر زائد كاس ونص ديال الماء. الماء والمزهر راه مهمين بزاف في العجينه ديال الشباكيه. الا كانت قاصحه بزاف غتمحنكم، كانت رطبه بزاف غادا تجي الشباكيه قاصحه. هنايا بلا ما نساو هذا العنصر الرئيسي في الشباكيه وهو 4 المعالق ديال الخل، هو اللي كيخلي الشباكيه تجي هشيشه. الا نسيتوه راها كتجي قاصحه. هنا ما كنديروش مع السوائل في الاول، يعني مع دوك المكونات اللي طحنت كنضيفو حتى هو مع الماء والمزهر. وغادا نبقى نجمع العجينه غير شويه بشويه باش ما تيغفلنيش داك الماء. هنايا الاشاره الدقيق راه درت كيلو و200 غرام، يعني على حساب كيكونوا الكسور كيكونوا، يعني هاد المقادير راها كافيه. هنايا جمعت العجينه، ماشي دلكتها بزاف، هي راها كتبان لينا رطبه ولكن في نفس الوقت راها قاصحه. يعني داك الخلاط اللي كنخلطوا داك المكونات كتسهل علينا، كتعطي واحد العجينه صراحه زوينه وما كتعذبش. غادا نديرها في البلاستيك وغادا نخليها ترتاح تقريبا واحد الساعه. الا كنتو باغا ديروا شي حاجه ماشي مشكل، راه ما فيهاش الخميره بزاف. هنا غادا نقسمها كويرات صغار على حساب الحجم ديال الماكينه اللي غادا نورق بها. كنديرهم صغار باش ما تيكونش عندي الضياع، الا كبرنا ديك الكره تيكون عندنا الضياع. هنا غادا نحاول نورقها. بغيتو تخليوها في هذه المرحله ترتاح واحد شويه،
انا هنا يعني لا داعي، راه خليتها ارتاحت في الاول. غدا نديرها هكا. هنا العجينه راه ماشي بقينا ندلكو فيها ندلكو كيف من الاول، يعني راه كنديروها في بلاستيك راه كدلك راسها، يعني غير كنجمعوها مزيان. هنا غنورقها هكا. هذه هي اللي كتخلي الشباكيه كتجي مجعبه. هذه الطريقه راها عن تجربه كتخلي الشباكيه زوينه. هنا غادي نديرهم في بلاستيك ونخليهم يرتاحوا شويه، يعني على حساب الوقت اللي عندي انا. تخليهم ضروري يرتاحوا باش يعطيوني الطوع في الخدمه وما تقطعش ليا الشباكيه. على الاقل واحد الساعه، واللي بغات تخلي اكتر تخليها، يعني ماشي مشكل. يعني الا بغيت ديري هاد الخدمه في الصباح وتخليها حتى العشيه وتخدميها، يعني ما كاين حتى مشكل قد ما ارتاحت مزيان. لان العجينه راها قاصحه، ضروري قد ما قصحتوها ماشي ديك اللي كتفرتت، انما اللي كتجيكم ساهله في الخدمه بزاف راه تتكون جاريه، كتعطي لينا شباكيه تكون قاصحه. هنا غرضنا بشباكيه معلكه وهشيشه في نفس الوقت. هنا غادا نبدا نورق، يعني بعد ما ارتاحوا دوك الكويرات غادا ندوزهم. هنا انا عندي كندوز في النمره 7، لان على حسب التدريجات ديال الاله. كاين اللي فيها حتى لحد 5، كاين اللي فيها حتى لحد 7، كاين اللي حتى لحد 9. انا عندي حتى لحد 9، كندوزها في 7، ما كندوزهاش في 8 كتجيني رقيقه. يعني بحال هاد القياس. الا كان ايدكم خفيفه في التشباك غديروا اكثر من شريط وتسرحوه فوق الطبله وتبداو تخدموا. انا هنا غادا غير نوريكم في وحده وغنكمل الخدمه. الا كانت العجينه مزيانه كتسهل علينا التشباك، خليوها غير ترتاح. هنا ما كنحتاجو لا دقيق لا والو. هنا كناخذ الجراره كنحيد شويه ديال الزوائد، ما تكتروش لانها تقساح لكم العجينه. الزوائد راه كنديروهم وسط العجين اللي لهادوك اللي في البلاستيك، كنحلو وحده وكنخشيو وسطهم هادو باش ما يكترش عندي الخدمه. الا عندكم ديك القطاعه اللي غير كتضغطوا عليها وكتمشي، هذيك حتى هي ساهله، كتعطي شباكيه قد في الحجم. انا هاد المره خدمت غير بالجراره. هنا غنشارك معكم شي تشبيكات مهم مختلفات، كل وحده ودير اللي بغات. كاينه ديال 4، كاينه ديال 5. انا هنا درت ديال 5، من بعد عاد غنشارك معكم ديال 4. كندير 4 الشرائط والخامس كنقطع. العجينه ضروري ديروها في بلاستيك باش ما تقساحش ليكم. انا غنحاول. هنا عندي 2 شرائط غنهزم غنحطهم فوق 2 شرائط، غيبقى ليا شريط غادا نردو للخلف. هذه كتبقى احسن تشبيكه، كتجي زوينه. هنا تيهبطوا ليا دوك الرويصات كنشدهم، وهاد التشبيكه واضحه، يعني بلا كثرت التعقيدات. غنحاول نقرب الكاميرا اكثر. هنا ما كانش شاده ليا مزيان. هنا لبانت لكم العجينه زايده قطعوها. هاد الشبيكه ما كتجيش مزاحمه، ملي كتقلع كتلقى فين تنفخ الشباكيه، يعني كيبان لكم الفراغات. هذه ديال 5 كتبقى زوينه هاد التشبيكه. نشارك معكم واحده اخرى. بزاف ديال البنات كيصايبوا العجينه مزيان، المكونات كلها مزيانه، كيجيو حتى للتشباك وكيحصلوا، وإلا ما تشبكش الشباكيه مزيان ما كتجيش زوينه. الا جات مزاحمه ولا زات ما كتصيبش فين تنفخ وما كتعطيش نتيجه زوينه. هنايا حاولت نقرب اكثر، يعني شحال من وحده كتسول على التشباك. هنا كيف ما كيبان لكم ملي قربت الكاميرا الشباكيه، يعني راه فيها القوام، جا المذاق ديالها صراحه غزال. هنايا كانت التشبيكه راها واضحه وقريبه. نحاولوا نقطعوا هاد الزوائد وشدوها من جناب باش ما تحلش. هنا 1 2 3 4، هذا ديال 4 حتى هو كيجي زوين. كناخد 2 شرائط فوق 2 شرائط وكنفتح هكا ساهله. راه كتعود تبان ليا دوك الجنيبات كنقرصهم باش ما يتحلوش، وكيجيو هكا بحال العوينات، يعني كيتنفخوا
كيجيو زوينين. هاد الشباكيات هكا كيف ما قلنا تيكون هذاك الفراغ كيعطي منظر زوين. هذه ديال 5. يعني نتمنى الطريقه تكون واضحه، يعني كنحاول واخا الفيديو كيكون طويل كنحاول نفسر قدر المستطاع. يعني كنخدم هنا غير بصبع وغنشدها هكايا. كانت هذه هي طريقتي في التشباك. دابا غادا ندوزو القليان. انا هنا راني بديت يعني في واحد المقلاة درت الزيت الكافي وغادا نبدا نقلي. هنا بالنسبه الى ما عندكمش الوقت ستفوها في واحد اللاطه وغطيوها بلاستيك وخليوها حتى للصباح، ولا لا شبكتوها الصباح تخليوها حتى العشيه راه ما كيجرى ليها والو، كتجي ناجحه. انا كيف ما كيبان لكم الشباكيه راها منفوخه، يعني راها باينه مجعبه. يعني هو اللي كيدخل فيه العسل. يعني قد ما كانت مجعبه كتجي الشباكيه ناجحه. هنا كناخذ غير واحد القطيب وكنحاول كنقلب. هنايا درتها في العسل. ضروري العسل يكون سخون، يعني الشباكيه ولو انها سخونه ضروري دفيو العسل يكون هكا جاري. العسل راه تقيل، راه شاركته معاكم، ولكن راه ملي كنسخنو يعني راه كيعود جاري. غير نديرو فيه الشباكيه كيدخل لداخل، وملي كيبرد راه كيلصق على الشباكيه ما كيحيدش، كيبقى لاصق يعني مده طويله. مهم كانت هذه هي الشباكيه اللي شاركتها معكم، يعني من بعد ما خليتها تسقطرت وقدمتها على هذا الشكل. بالنسبه للجنجلان راه كنخليوه حتى كنبغيو نديروها في لي بواط. انا هنا غير للتصوير. كيف ما كيبان لكم جات شباكيه روعه. نتمنى تجربوها بهذه الطريقه، ما غاداش تحشمكم. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده. مع السلامه.